السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معكم سارة. لو اول مرة هتشوفيني او هتشوف القناة، يا ريت تشرفيني بالاشتراك مع تفعيل الجرس ولايك للفيديو عشان يصلك كل جديد ان شاء الله باذن ربنا. النهارده هنتكلم عن علامات مؤكدة في منطقة المهبل بتعرفك ان تم حدوث الحمل. كمان هقولك علامات مؤكدة في منطقة الثدي هتعرفك ان تم حدوث الحمل ان شاء الله باذن ربنا. خليكي معايا لان الفيديو ده مهم جدا، هتقدري تكتشفي منه انت حامل ولا لا. كمان هيكون في علامات مؤكدة وكلام يمكن هتسمعيه لأول مرة، بس هو هيفيدك جدا وهتقدري بنفسك تكتشفي الحمل من قبل حتى ما تعملي اختبار حمل او اي حاجة. وكمان هتقدري تعرفي نفسك انت حامل ولا لا. قبل ما ابدا هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اشرف الانبياء وخاتم المرسلين، عليه افضل الصلاه واتم التسليم يا رب العالمين. عايزاك كلكم تصلوا على رسول الله وتكتبوا اي حاجه فيها ذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب، عشان الرسول يكون شفيع لنا يوم القيامه ان شاء الله. اولا كده العلامات اللي بتدل على ان انت حامل في ولد في منطقة سوري، العلامات اللي بتدل على حدوث الحمل في منطقة المهبل هي علامات بتكون ان شاء الله مؤكدة. يعني اكتر مكان بيبان اذا كان حصل حمل ولا لا هما منطقتين: منطقة الثدي ومنطقة المهبل. تمام. في علامات معينة، العلامات دي هتعرفك باذن الله عز وجل ان انتي حامل، ان تم تلقيح البويضة، ان تم حدوث الحمل. طيب ايه هي العلامات دي؟ اولا كده في ناس قالت لي هل جفاف المهبل من علامات حدوث الحمل؟ دي اول علامة بتدل على عدم حدوث الحمل. لو انت عندك جفاف في المهبل اعرف ان مفيش حمل نهائي. طيب يبقى ايه بقى اللي بيدل على الحمل؟ ان انت لو عندك المكان بتاع المهبل فيه رطوبة او في بلل، او لقيتي افرازات بكثرة. تمام. افرازات لينة، اعرفي على طول ان تم حدوث الحمل. دي بتحصل لك من بعد ايام التبويض، يعني يعتبر من بعد اليوم ال18 من اول يوم للدورة لحد ميعاد الدورة القادمة. لو جيتي حسيتي بجفاف في المكان اعرفي ان مفيش حمل. لكن لو جيتي حسيتي ان في افرازات لينة او افرازات بكثرة، بتنزل عليكي افرازات شفافة او افرازات حليبية طريق يعني بتكون ناعمة، اعرفي على طول ان انتي حامل على طول. كثرة الافرازات بعد ايام التبويض بتدل على تلقيح البويضة وبتدل على حدوث الحمل معاكي. دي اول علامة وعلامة مؤكدة 100%. لو كثرت عليك الافرازات ونزلت عليك الافرازات بكثرة اعرفي ان انتي حامل ان شاء الله باذن ربنا. جفاف المهبل بيدل على عدم حدوث الحمل. طيب نيجي بقى للعلامة اللي بعد كده اللي بتعرفك ان انتي حامل في المكان ده. العلامة اللي بعد كده اللي بتعرفك ان انتي حامل في المكان ده هو النغزات او الالم زي النقح كده. شفتي انتي مثلا اما تيجي تحسي ان في مثلا حاجه ملتهبه، صبع عندك مثلا ملتهب، او في مثلا صبع عندك بيألمك وتلاقي ان هو بينقح عليكي الم كده، الم زي الم النقح كده. تمام. اعرفي على طول ان العلامه دي لو حصلت لك في منطقه المهبل دي بتدل على حدوث الحمل. بتلاقي الم وكأن حد شكك بدبوس، تيجي تقعدي تقومي تتحركي تلاقي شكه من تحت زي شكه الدبوس، او الم منغزات بتحصل لك من تحت. تمام. الألم والنغزات في منطقة المهبل دي أقوى علامة بتدل على حدوث الحمل. لو لقيتي ألم ونغزات في منطقة المهبل وكمان بتحسي ان في شك بيحصل لك في المكان ده، مجرد ما تقومي او تقعدي او تتحركي تحسي بالشكة والألم ده. طيب العلامة اللي بعد كده في منطقة المهبل بتدل على حدوث الحمل هو ان لو جيتي قستي المكان بصبع ايدك اللي هو في النص، لو جيتي دخلتي الصبع ده في المكان، تمام، وجيتي لقيتي نفسك طايله عنق الرحم قبل ميعاد الدورة ب3 او 4 ايام، اعرفي ان انتي الدورة هتنزل. لكن لو لقيتي ان مش طايله عنق الرحم بصبع ايدك اللي في النص ما طلتهوش، اعرفي وقتها ان انتي حامل. ودي علامة مؤكدة بتدل على حدوث الحمل. طب اشمعنى الصبع ده؟ لان ده بيكون اطول صبع. تمام. فبتقدري ان انت توصلي لعنق الرحم، فكمان بتقدري ان انت تتحسسي عنق الرحم بيه. طب الطريقة دي فيها خطورة ولا اي حاجة؟ لا خالص. وفي ناس ما بتكتشفش حملها غير عن طريق الطريقة دي.
بدون بقى اختبارات، بدون اي حاجة. وبتعرف قبل ميعاد الدورة ب3 او 4 ايام الدورة هتنزل ولا هي حامل ولا ايه بالظبط. لو لقيتي ان عنق الرحم مرفوع لفوق اعرف ان انت حامل، لو لقيتي عنق الرحم نازل معناها الدورة هتيجي وان انت كده مش حامل، ودي علامة بتدل على عدم حدوث الحمل. طيب العلامة اللي بعد كده بتلاقي المكان غمق، كأن في كدمة في المكان، او كأن المكان فيه زي لون متغير. فلو لقيتي المكان من بره لونه متغير او كأن المكان واخد كدمة كده اعرفي على طول ان دي علامة تلقيح البويضة وعلامة حدوث الحمل. بتلاقي المكان لونه متغير على بنفسجي شوية او اللون غامق شوية غير اللون المعتاد، تمام. فبتلاقي المكان لونه متغير، اعرف المكان لو لونه متغير ان انت حامل ان شاء الله، وان دي علامة مؤكدة بتدل على حدوث الحمل. طب انا بعرف ازاي؟ بجيب مراية وببدأ ان انا ابص واشوف. لو المكان متغير اعرف على طول ان انا ان شاء الله هكون حامل. لو لقيتي ظهور الشعر بطيء، يعني المكان ده لو فيه ظهور الشعر ببطء شوية، يعني مثلا لو انت عاملة سويت او المكان لسه عامله فيه مثلا سويت او اي حاجه، ولقيتي الشعر ظهر متاخر او بيظهر ببطء شويه، ده بسبب ان الهرمونات عندك خلاص ما فيش هرمونات تبويض وهرمونات دوره، فطبيعي ان يظهر الشعر ببطء. فاعرفي وقتها ان ده علامه بتدل على حدوث الحمل ان شاء الله باذن ربنا. طيب نيجي بقى للعلامات اللي في منطقة الثدي. أول علامة في منطقة الثدي هو نغزات الثدي، أو نفس شفتي النغزة اللي بتحصل لك في منطقة المهبل، هتحسي نفس النغزة دي أو الشك ده في مكان الهالة اللي حوالين الثدي أو حلمة الثدي، هتحسي إن في نغزة وفي زي شك بيحصل لك في المكان ده. الحاجة اللي بعد كده ان انت بتبدأي تحسي ان المكان عندك متصلب او في ألم في المكان، والمكان بيكون اكثر تحسس، يعني بتلاقي نفسك ان انت كأن في فوران كده في المكان بتاع الثدي، وبتلاقي ان في ألم متصلب، والمكان بيكون اكثر تحسس، ما بتقدريش حتى ان انت تلمسي المكان ده، ودي علامة مؤكدة بتدل على حدوث الحمل. العلامة اللي بعد كده في المكان بتدل على حدوث الحمل هو تغير لون حلمة الثدي. بتلاقي ان لونها بيتغير، بيغمق او لونها بيسود شوية او لونها بيتغير للوردي، المهم ان بيحصل فيها تغير غير المعتاد، او لون او تغير غير اللون الطبيعي اللي انتي عارفاه. فاعرفي وقتها ان انتي علامة بتدل على تلقيح البويضة وعلامة بتدل على حدوث الحمل لو اللون اتغير غير اللون اللي انتي معتادة عليه او اللون اللي انتي عارفاه، ان دي علامة تلقيح البويضة وعلامة حدوث الحمل باذن الله عز وجل. بكده يا بنات انا يعتبر ان انا خلصت الفيديو بتاع النهارده وقلت لك المعلومه بتاعت النهارده. استنوني في الفيديو القادم ان شاء الله هينزل بعد ده. اسيبكم في رعايه الله واسيبكم في حفظ الله، ويا رب الفيديو يكون نال اعجابكم ويكون ضيفه خفيفه عليكم، واكون قدرت اوصل لكم المعلومه بطريقه سهله وبسيطه تفهموا منها الوضع ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.